ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إيغل بإقليم الحوزي إلى 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة 7 صباحاً. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت به هسبريس أنه تم تسجيل 209 وفاة بإقليم الحوزي، و109 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوا، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية. وأضاف البلاغ أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضاً عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالة والأقاليم، موضحاً أن القوات المسلحة الملاكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالة والأقاليم المعنية تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.